بعد الجلسة هذه طبعا لازم أنا أغسل وجهي بالغسول حق البشرة اللي هم عطوني إياه، وبالمرطب كمان اللي هم نصحوني فيه، بالتونر، يعني بالعناية، الباكج العناية ما بعد الجلسة هذه. يعني حتى في كمان فيتامين سي، راح أصور لكم كل واحدة يعني إيش تسوي في البشرة وإيش هي، سواء كان تونر ولا فيتامين سي ولا غيره. بس أخلص عشاء كذا إن شاء الله وبصور لكم إياها. وكمان راح أخليها لكم أحسن حاجة يعني أنا كذا فكرت فيها إنه أنزلها مقطع يكون ثابت في التيك توك، وكمان تصيروا يعني يعتبر زي المرجع، تصيروا تعرفوا كل الأشياء هذه. إيش فوائدها يا بنات؟ إنه بشرتك في الأول والأخير تصير زي البيبي من جوا ومن برا، يعني لا من جوا تحسين إنك بشرتك باهتة. طبعا بنات ما تتخيلون قديش ترى أنا مرة مبسوطة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مرة ما شاء الله تبارك الله، مرة مبسوطة يعني كذا من شكل وجهي. يعني أنا وجهي ترى من البشرات اللي لو سويت إجراء 1 2 كذا يبين علي، يعني يبين أنا ما شاء الله ما شاء الله بشرتي تستجيب أكثر، يعني يبين. طبعا هي صراحة تستجيب للشيء الحلو والبطال، يعني لو أطلع الحين في الشمس مرة تتبقع وتتصبغ ويطلع فيها حبوب ويطلع فيها كل البلاوي. وبرضه لو سويت لها جلسات كذا حلوة، خصوصا لو كانت علاجية زي جلسة اليوم، ما شاء الله تبارك الله، من جد ما شاء الله تبارك الله. بنات شوفوا في لمعة، في أشياء ودي أصور لكم كذا من غير فلتر بس قلبي واجعني بس أخذت لكم صور يعني بدون فلتر عشان أنزلها قبل وبعد، وإن شاء الله طبعا ما راح تكون يعني هذه أول جلسة، لأنه من ثاني جلسة برضو حيبين كمان النتائج مرة أروع، فهمتوا؟ خصوصا لو كانت علاجية من ثاني جلسة تبين أكثر. شفتم بنات لما انتم دايما كذا في البث تسألوني مرام في عندك وحمة، في عندك زي كذا، تخيلوا حتى هذا الشيء راح يعالجوا لي بشكل شبه نهائي. يعني لو أنا طبعا صرت شطورة والتزم بالجلسات وأياها بعد. طيب غير كذا بنات أنا أصلا بوريكم نفس هذا المحلول الرهيب الفنان المعجزة صراحة، بوريكم الحالات اللي قبل وبعد، يعني كيف الناس اللي استخدموه قبل وبعد. بنات مرة سحر للبشرة، والله يا بنات مرة سحر، ويوفر لكم أشياء مرة كثير 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 كثير، وإنت يعني تصيري تتعالجي من أغلى. شوفوا يمكن مو باين مرة، بس بدأ الإحمرار يخف، بدأ لون بشرتي يصير في نضارة أحسن من أول. شوفوا ما شاء الله هذا الخد اللي فاكرين يا بنات اللي كان مرة مليان حبوب، بنزل لكم حتى صورة لوجهي لما كان مليان حبوب، بنزل لكم الصورة الحين جنب وجهي بدون فلتر بدون أي شيء. كنت أستخدم الكريمات اللي هي المقشرات حقتهم، بس الحين عشان سويت الجلسة هذه فحستخدم روتين عناية مختلفة عن الأول، الجلسة اللي أنا سويتها عشان أطلع بفايدة مرة كويسة. طبعا شوفوا بنات هذه هي الكريمات والسيرومات اللي كتب لي إياها الدكتور، يعني في شيء أستخدمه في الصباح، في شيء أستخدمه في الليل. طيب يعني مثلا زي غسول البشرة غيروا لي عن الأول، التونر برضو غيروا لي الدكتور، الفيتامين سي، المرطب، المقشر، يعني هذا الباكج العناية اللي يناسبني أنا مرام ممكن يناسب برضو كذا واحدة تشبه حالتها نفس حالتي، وممكن لا، على حسب كل بنت، يعني على حسب احتياج بشرتها وإيش المشاكل موجودة في بشرتها برضو حيكون لها طريقة كريمات وعناية خاصة فيها. يعني ممكن واحدة منكم بس تستخدم 2 3، أنا لا، يعني عشان في كذا مشكلة، في أحتاج نضارة، أحتاج ترطيب، أحتاج تونر، أحتاج مقشر، فهذه الأشياء اللي تناسبني. وطبعا الغسول لا، طبعا أكيد كل بنت صراحة تحتاج غسول، تحتاج تونر، تحتاج مرطب، فيتامين، سيروم. أوكي يعني من الآخر يا بنات، تبغوا بشرتكم بشرة بيبيهات، تبغي كذا شكلك زي العروسة كل يوم، توقفي قدام المراية ما شاء الله ما تحتاجي ولا ميك اب، يدوب ترسمي عينك، تحطي ايلاينر خفيف، تحطي روج، انتي كده عسل والله انكم عسل والله.
بس أقصد إنه باكج العناية، يعني لما أنت مثلا تستخدمين غسول مرة حلو يعطيك نتائج حلوة في بشرتك، تونر، يكون عندك سيروم، يكون عندك لوشن، عندك مقشر، عندك واقي شمس، كل الأشياء هذه لما تجمعينها مع بعض النتيجة تطلع خرافية. تسوين جلسة في العيادة ما شاء الله تبارك الله، من جد يا بنات راح تصيرون ما شاء الله تبارك الله. طبعا بنات انتم تتذكرون اول انه في منكم كثير يقولون مرام عندنا والله تصبغات في جسمنا، عندنا بقع، عندنا في شوية حبوب، عندنا نبغى يعني شيء يفتح لون الجسم، يوحد لون الجسم، يكون شامل لكل الجسم. طيب المهم الموظفة في العيادة في الصيدلية قالت لي عندنا شيء منتج فنان ورهيب وانتي جربي وقولي لنا اصلا ايش رايك فيه. تقول لي ما شاء الله تبارك الله نتائجه فنانة. شيء يا بنات انه ينحط في كل الاماكن اللي احنا تهمنا، ما يحتاج انا اوضح لكم، انتم تفهمون علي وتفهموا على كلامي. قالت لي هذا فنان ليش؟ لانه كمان فيه مادة الريتينول اللي هي تفتح وتقشر بس بطريقة حلوة هادية، يعني ما تسبب لك حساسية، وانت لو بشرتك حساسة كمان تعرفي تستخدمين يوم ايوه. طبعا الحين بنات بما انه راح انام فراح استخدم الروتين اللي كتبوا لي الدكتور، الروتين الخاص فيني، اوكي الخاص فيني بس بوريكم كيف الروتين حقي. تمام يلا. طيب بنات هذا الغسول الجديد، اوكي هذا لمدة 3 أسابيع، يعني الروتين اللي كتبوا لي الدكتور لمدة 3 أسابيع. رطبت وجهي شوية بالموية وراح غسل كل اصلا وجهي، الميك اب كل حاجة يعني بالغسول هذا. الروتين حيكون بس في الليل عبارة عن غسول للوجه وزائد المقشر الجديد هذا، أحطه على البشرة 3 ساعات، روتين مرام أحطه على البشرة 3 ساعات وبعدين أغسله وخلاص أنام. فأنا لأنه ما راح أنام الحين فبس حسوي الروتين معاكم، راح أتفرج أفلام وزي كذا، بس إن شاء الله بنات إن شاء الله في الصباح الأدوية وألم وزي التشنج في القولون، بس خلاص والله مرة طفشت، يعني لي سنين وأنا أخذها، سنة عن سنة أتخن بسبب الأدوية هذه، وسنة عن سنة أنحف بطريقة مرة تفجع، يعني شفت من نحافة المرض وبرضو التخن اللي التخن تحسون إنه أنتم منتفخين بطريقة مرة تفجع. طبعا بنات الروتين اليوم حق الفترة الصباحية، يعني أول ما تصحون بيكون في روتين خاص فيكم، فاللي راح يكون اللي هو في التونر وفي الغسول اللي قلت لكم المجموعة الجديدة حقتي، زائد إنه راح أحط بعدين فيتامين سي، وآخر حاجة اللي هو المصفي. المصفي على تعليمات الدكتور الجديدة إنه هو حيكون كم نقطة خفيفة تتوزع على كل الوجه بالنسبة لي. طيب ايش كنت بقول لكم؟ كنت بقول حاجة دقيقة، ايوه انتوا قلتوا لي مرام ما اصور المنتجات، لانه انا لما صورتها فيديو فكان لما انتوا تسوون سكرين شوت تصير الكتابة كذا كأنها زي المغبشة، فبرجع اوريكم هذه اللي هي حقت الروتين الصباحي. في الليل لما اسوي العناية حقت الليل بصور لكم في الليل العناية حقت الليل. طيب يعني الحين اللي بصورها لكم بس حقت الفترة الصباحية. طبعا بنات طريقة التونر، اوكي صورت فلتر لبدو فلتر. Super